دبي كده برتوس قرابة هذا بر قول هاي ده برتوس هو علم بأصول وقواعد علم بأصول وقواعد هيتو هند علمي تعسلي قبل تكينون قبل يعرف بها أهوال السند هذه في خمتني من حيث القبول والرد همتك قبل ما همتك قبل منها أنا سياسة حديثا كمتك قبل ما هنين قبل منه موضوعه نمني أولني إن مبادئ كل فن أشار عن جنة الرد والموضوع ثم ثمرة وفضله ونسبته والوادئ والاسم الاستمداد ومشاريع ومسائل والبدء بالبدء اجتمع ومن درى الجميع هذا شرفا أما مصطلحين هنيس أكثر مبادئ حرنا قبا أما موضوع موضوعه السند والنسين كيف قائم سند في متني من حيث القبول والرد حبتك كيف أنا ثمرته فايدان سا وثمرته تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث ضعيفة قرباسه الحديث الحديث من الأحاديث جنة أغرب عن الحديث حديث لغة الأول لغة الجديد وأنمار عنجا ويجمع على أحاديث جميع على خلاف القياس خلافني حديثها جمع حديث أميري جمع على غير القياس مالين قياس غير القياس مالين سماعين اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة تقرير والنبي دنا النبي صفة نبي فاي كان النبي أبيض اللون با الخبر خبر ومعن لغة النبأ أدو وجمعه أخبار يعني كنا اصطلاحا في ثلاثة أقوال وهي هو مرادف للحديث حديث تقم خبرني واحد اصطلاحا أن معناهما واحد اصطلاحا اتخاذ ولي قلتي علماء لكن مرادف تكون معناه ساتقوي الخبر يجيز الحديث يجيز مغاير له كيف الحديث دي كيف الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره صعبة فعلا أعم منه كيف الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره عم نبي لا تكنوا بلا الأثر لغة بقية الشيء وشيء ما فيني عصر يعني عنبا اصطلاحا فيه قولان يتلا ما جرى هو مرادف للحديث هو مرادف حديثا تقم أي أن معناهما واحد اصطلاحا مغاير له أمو خلفا وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال الإسناد له معنيان إسناد يجمع معنى لما قبل عزو الحديث الكسو إلى قائله مسندا قرنا مجي إيجا سندا سلسلة الرجال أما اللي سلسلة رجال الموصلة للمتن سلسلة الرجال الموصلة سلسلة جتونغا تسبي ولدابتو ديلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان وهو بهذا المعنى مرادف للسند سند أن تقم السند لغة المعتمد وان رير كتنين جان وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه حديثات إركت ويعتمد عليه تقم الرير كت اصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة للمتن الموصلات جيسيتو خانتاتي
للمتن متن التنا ما قيستها المتن لغة ما سلب وارتفع كلام متن يجون وانجبت نجي عند الجيرة وارتفع من الأرض طلع بينجان اصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام وامسنا نتلاقوا بالبيرة المسند بفتح النون مسند لغتي اسم مفعول اسم مفعول مسندين كا سندي فما جتشون اسم مفعول من أسند الشيء إليه من أسند الشيء إليه شيء تركسه رفوله بمعنى عزاه يركسه ونسبه إليه اصطلاحا له ثلاثة معان صديقة كل كتاب جمع فيه مرويات لا أمو مسندامي مسندامي مدام نابر كل كتابات جمع فيه غيظ ولك أبم مرويات كل صحابي وأن كل صحابة وديسي خبا صار حديث أبي هريرة خبا قلما عمر خبا قلما عباس خبا الحديث المرفوع المتصل سندا إنكم متصل أن يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا مصدر ميمي خميم كوف مصدر يكون ما يجيء ثانيا أو ثالثا في تصريف الفعل ضرب يضرب ضربا تقول فيها سنة أمر متي سنة دجرة أسناد يسند إسنادا المسند بكسر النون مسندين مكانيا أباس الأوف ومن يروي الحديث بسنده نما حديث وديس سند سواء كان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد روايته أوفو مليخا أوفو مميكا مليخا من بين يوتيسكا مسند مياني المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث نعم علم الحديث شاغل رواية ودراية مصطلحات درايانكم مصطلح ويطلع على كثير من الروايات خذوا حديثان رقم اللطف وأحوال روايتها وأحوال رواتها حال والرؤوديسية الرتيس الحافظ فيه قولان حافظ يجون كن يجلما مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين خذوا محدثون برتي حافظي وقيل هو أرفع درجة من المحدث درجة بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله بكيت واني النبي أخوي الرهد وهو اللالورة سنينه يعني الحاكمين هو من أحاط علما مرسنا منانا بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير وهذا على رأي بعض أهل العلم يرتهون الباب الأول باب ندرى الخبر خبر وفيه 3 فصول فصل سديد خبر خنا دبر الفصل الأول تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا غرخين يجو لا لودان هيرو وفيه مبحثان باسيلا مقام الفصل الثاني تقسيمات خبر الأحاد هيرو وفيه مبحثان باسيلا مقام الفصل الثالث خبر الآحاد المشترك بين المقبول والمردود كبلا ما في خنين كبلا وفيه مبحثان الفصل الأول تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا وفيه مبحثان خيّن الفصل الأول الخبر والمتواتر خبر المتواتر يقول سنجان ما رواه
جماعة لا يتواطؤون على الكذب من 10 إلى ما لا نهاية له. حديثني بكم على ما الدبا متواتر ما فيه آحاد متواترين. الحديث الذي رواه جماعة لا يتواطؤون على الكذب من 10 إلى ما لا نهاية له. آحاد نمو ما يشمل المشهور والعزيز والغريب والضعيف، يعني لا يعني في الفصل الأول تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا تمهيد قبي يجو دبسني قبي خايو. ينقسم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا إلى قسمين. فإن كان له طرق غير محصورة سند هدو يا قباد بعدد معين لا كويس هدو لا فهو المتواتر. هو متواتر لا كويس نمو هدوها. الحديث الذي رواه جماعة لا يتواطؤون على الكذب من 10 إلى ما لا نهاية له فجنه. سنقاوانا كثير ختم هيا سير خوتا فول إيه كتبوا بندي أحمد بن كتبوا. وإن كان له طرق محصورة أسندهم بكما بعدد معين فهو الآحاد. آحاد يعني الحديث الذي يشمل المشهور والعزيز والغريب والضعيف يعني. ولكل منهما أقسام أقسيم أنجرة قنا تفصيل أنجرة سأذكرها وأبسطها إن شاء الله تعالى بمبحثين وهما المبحث الأول الخبر المتواتر متواتر بان تعريفه لغة هو اسم فاعل. اسم الفاعل له متواتر مشتق من التواتر توهد من الرأي التتابع والجلد تقول تواتر المطر رومي والفانا دي تتابع نزوله بور اصطلاحا ما رواه عدد كثير لكو سودوه تحيل العالم